السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلاوة المولد بأسهل وأبسط طريقة. خطوات بسيطة جدا هنمشي عليها، وان شاء الله هنعمل مع بعض أحلى وأجمل حلاوة مولد في البيت. هنوفر على نفسنا فلوس كتير جدا. الحلاوة طبعا بتتباع بره بأسعار غالية جدا. يلا بينا كده، النهارده هنعمل مع بعض فولية وسمسمية وكمان حمصية بأسهل وأبسط طريقة. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية كده هنبدأ نرتب خطواتنا مع بعض. معايا هنا صاج دهنته كده دهنة بسيطة من الزيت. هبدأ كده أغلفه بكيس نايلون. همسحه كمان مرة مسحة كده من الزيت، بيساعد ان الحلاوة متلزقش مني. الخطوة دي هتتكرر معانا كده في اي نوع مكسرات هنبدأ كده نعمله مع بعض. معايا هنا طاسة ضفت لها كده كوباية من السكر، عليها كده نص كوباية من المية، باكت كده من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. هضيف لهم كده نص عصير ليمونة، وهبدأ ادوب السكر كويس جدا. هرفعهم كده على نار هادية خالص. ومعايا كمان مكسرات، اي نوع مكسرات طبعا انت بتحبيه هتعمليه. معايا هنا 3 كوبايات من السمسم. ببدأ كده ان انا احمص السمسم برضو على نار هادية خالص. لازم طبعا اي مكسرات هتعمليها هتكون معاكي سخنة جدا. معايا كمان العسل بتاعي او السيرب كده على نار هادية جدا، وكمان ببدأ كده ان انا اعمل له اختبار. معايا هنا بولة فيها مية ساقعة كده، ببدأ انزل بشوية كده من السيرب. بدأ كده يتماسك معايا بس لسه طبعا ما استواش. بتكوني كده مهدية النار على السيرب وكمان على المكسرات. وتخلي بالك برضو ايديك دايما في المكسرات كده، عشان طبعا ما تتحرقش او تاخد لون بسرعة منك. احنا بس عايزين نخرج كده الرطوبة منها بس. خطوات بسيطة جدا هنمشي كده عليها، وهتعملي احلى واجمل ان شاء الله حلاوة مولد في البيت. ببدأ ان انا كده كل شوية او كل دقيقة كده بعمل اختبار. وايديا برضو على طول في المكسرات على النار هادية جدا. خلاص السيرب او العسل بتاعنا بدأ خلاص جاهز معايا. هعمله كده اخر اختبار. في الوقت ده اهم خطوة هنا السرعة، تكوني سريعة جدا. هننزل على طول بالمكسرات الساخنة على السيرب او العسل بتاعنا ده الساخن. هنبدأ كده نقلبه مع بعض كويس جدا، وهنروح مع بعض على طول على الصاج. هننزله على طول علشان نلحق ان احنا يعني نفرده على طول وهو ساخن. لان طبعا اول كده ما هيبرد معاكي هيبدأ يقفش منك، فمش هتعرفي طبعا تتعاملي معاه خالص. الخطوة دي عايزة السرعة شوية بس. هنبدأ كده بنسويه. بتجيبي كده طرف الكيس اللي احنا كده دهنينه بالزيت، وبالنشابة او بايديكي، وتخلي بالك لان طبعا بيكون ساخن جدا. تبدأي كده بتسويه. طريقته سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكي لا وقت ولا مجهود. هتعملي اكبر كمية من المكسرات في وقت قصير جدا، وكمان هتوفري كده على نفسك فلوس كتير. بتبدأي برضو هو لسه ساخن، بتبدأي بتدهني كده سكينة دهنة بسيطة كده من الزيت، وبنبدأ كده نقطعه. هتسيبيه كده لمدة مثلا ربع ساعة نص ساعة، يبدأ يشد معاكي وهتبقى جميلة جدا. في إضافة هنا أنا نسيت أقولها، إن أنا قبل كده منزل بالمكسرات بتاعتي ضفت كده للعسل أو السيرب ده ربع معلقة صغيرة من الكربونات أو بيكربونات الصوديوم. بتدي هشاشة جميلة جدا للمكسرات، وكمان بتكون سهلة جدا أثناء الأكل. هنبدأ كده نسيبها لمدة نص ساعة تبدأ تشد معانا، وهنكمل كده باقي الخطوات اللي احنا عملناها هياها نفس الخطوات اللي هنكملها كده في باقي المكسرات بتاعتنا، وكمان بنفس المقادير من كل نوع مكسرات. انا عملته النهاردة 3 كوبايات من المكسرات. يعني هتعملي كمية وافرة جدا من مكسرات حلاوة المولد، سهلة وبسيطة جدا. انا هنا سبتها كده لمدة نص ساعة. يعني كل ما تبرد معاكي كل كده ما هتشد، وهتكون طبعا مقرمشة وجميلة جدا. حاجة كده عاملينها في البيت بإيدينا، مضمونة أحلى من الجاهز بكتير. شوفي مقرمشة وجميلة جدا بعد نص ساعة بس. نفس الخطوة كده هبدأ أكررها.
ونوع المكسرات التاني معايا هنا الفولية، بدأت كده برضو عملت كده اختبار للسيرب أو العسل بتاعنا، نفس الخطوات بالظبط بنفس المقادير للثلاث أنواع من المكسرات اللي أنا مستخدماهم النهاردة. ضفت كده ربع معلقة صغيرة برضو من بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربوناتو. معايا هنا الفولية 3 كوبايات. بدأت كده لازم أهم خطوة هنا السرعة، تكوني سريعة جدا عشان برضو بتقفش أول ما بتبدأ كده تبرد معاكي هتبدأ تقفش منك. نزلت كده الفولية وهنبدأ برضو نفس اللي عملناه مع السمسمية هنبدأ كده نعمله دلوقتي برضو. تخلي بالك لأنها بتكون سخنة جدا. تبدأي كده بتسويها، طبعا سمك كده المكسرات براحتك خالص، عايزاها سميكة شوية بتبدأي كده بتلميها، بتقللي كده الحجم بتاعها أو السمك بتاعها. هتبدأي كده تتحكمي في السمك بتاع المكسرات وهي سخنة طبعا. بنضغط كده عليها كويس جدا، بتسويها كده. بنبدأ طبعا بالنشابة بتفرديها بإيديك براحتك خالص. بدأت كده ان انا اسويها خالص، هبدأ كده اقطعها برضو. تبدأي كده بتقطعيها وهي برضو لسه سخنة عشان اول ما هتبرد معاكي مش هتعرفي طبعا تقطعيها خالص. بالسكينة كده بتكوني مسحاها مسحة بسيطة من الزيت عشان تكون سهلة عليكي في التقطيع. هنبدأ كده نقطع القطعية براحتك خالص، عايزاها طبعا مستطيلة عايزاها مربعة برضو بيرجع لرغبتك. هنبدأ كده نقطع طبعا الفولية مع بعض. سبتها برضو لمدة كده نص ساعة تبرد خالص معايا. ما شاء الله انا هنا يعني الحجم الفولية كده معرضة شوية، حجمها جميل جدا، ريحتها برضو جميلة يعني مقرمشة نص ساعة بس. وكل برضو ما هتبدأ تبرد معاكي كل كده ما هتقطم وهتكون مقرمشة وجميلة، هتوفر على نفسك فلوس كتير جدا. هنبدأ كده في تالت نوع من المكسرات بتاعتنا وهي الحمصية. برضو السيرب او العسل بتاعنا ضفت له كده ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. وهنبدأ كده نجيب طبعا الحمصية بتاعتنا اي نوع مكسرات. بدأت كده ان انا برضو احمصه على نار هادية جدا. هنزل كده بالعسل او السيرب بتاعنا وهنقلب برضو بسرعة. وهنبدأ كده ننزل برضو في الصاج. الصاج بتكوني دهناه دهنة كويسة من الزيت. وهنبدأ كده نفرد برضو الحمصية بتاعتنا الجميلة دي. خلي بالك لأنها بتكون ساخنة جدا. بتتحكمي بقى في سمك كده المكسرات بتاعتك، وممكن برضو تستخدمي كده نفس المقادير مع أي نوع مكسرات انت بتحبيه. بالنشابة كده هبدأ أسويها. وهنبدأ برضو هنقطعها كده وهي سخنة. بتتأكدي طبعا ان السمك بتاعها متناسق او واحد كده. وهنبدأ كده بسكينة مسحينها مسحة كويسة كده من الزيت. وهنبدأ كده برضو هنقطع كده الحمصية مع بعض. وصفة سهلة وبسيطة جدا، هتوفر على نفسك يعني فلوس كتير. بدأنا كده مسحنا السكينة مسحة كده من الزيت، وهنبدأ وهي سخنة برضو هنبدأ كده نقطعها. هتسيبيها برضو تبرد كده لمدة نص ساعة. ما شاء الله يعني جميلة جدا. كمية وفيرة من 3 كوبايات من المكسرات. ممكن برضو تضاعفي كده كمية المقادير براحتك خالص. كل كده ما هتبرد معاكي كل ما هتبدأ كده تقرمش. يعني عملنا كده فولية وسمسمية وحمصية بأسهل وأبسط طريقة في البيت.
من 3 كوبايات من المكسرات، عملنا كده كمية وافرة جدًا، هتعمليها بأسهل وأبسط طريقة في البيت إن شاء الله، ما تشتريش حلاوة المولد من برّه، جرّبي كده واعمليها لولادِك وفرّحيهم، كل سنة وأنتم طيبين، أهم حاجة ما تنسوش تدعموني وفي رعاية الله.